السلام عليكم. خبر بمليون جنيه هيفرح كل الناس. النهاردة آخر تحديثات قرار إيقاف الموبايلات الدولية إنه مفيش أي جمارك على أي تليفون شخصي. أي تليفون أنت نازل بيه مفيش أي ضريبة ولا جمارك عليه، غير إنك هتنزل تطبيق تليفوني وهتسجل إنه تليفونك نازل بيه من برا مصر، إنه يشتغل داخل الدولة فقط لا غير، بدون أي رسوم. طب الضريبة أو الجمارك هتطبق على مين بالظبط؟ هتطبق فقط على الناس اللي بتتاجر في اجهزه المحمول من بره. يعني لو اي واحد تاجر نازل بكميه لازم يدخل المطار ويضيف الضريبه والجمارك على الموبايلات علشان تشتغل. ولو انت معك اكتر من 5 تليفونات برضه هتدفع ضريبه، لكن تليفونك الشخصي مش هتدفع عليه اي شيء. والكلام ده مش كلامي انا، ده كلام نائب وزير الماليه. اي نعم هو متناقض مع كلام شعبة الموبايلات، ولكن احنا بنسمع لحد ما نشوف ايه اللي هيتم. تابع الفيديو. بموضوع فرض ضريبة على التليفون المحمول، والكلام دوت خالي من الصحة تماما. ما فيش ضريبة إضافية. كل ما هناك اللي احنا بنعمله النهاردة هو موضوع حوكمة لدخول التليفون المحمول ونفاذه من المنافذ الجمركية. اللي بيحصل ايه بالظبط حضراتكم؟ انه للاسف الشديد في الاونه الاخيره انتشرت بالكامل ظاهره لتهريب التليفون المحمول لدرجه فاقت التوقعات. ازاي فاقت التوقعات؟ 95% من التليفونات المحموله اللي كانت بتخش في مصر للاسف مهربه، و5% فقط بتدفع الرسوم الجمركيه المفروضه عادي خالص، اللي هي موجوده من زمان، مفيش حاجه جديده. فاحنا بنعمل ايه؟ عملنا ابلكيشن. الحقيقه اي حد داخل ليه معاه تليفون شخصي مسموح بيه انه يخش بيه بدون اي جمارك، بدون اي رسوم اضافيه. كل ما هناك ان هو بيسجله. اما التليفونات اللي بتخش من غير ما تسجل، يبقى التليفونات دي الحقيقه هتجيلها رساله، والرساله دي بتقول تدفع الجمرك في خلال 90 يوم. دفعت الجمرك خلاص، التليفون دوت مفيش مشكله فيه. ما دفعتش الجمرك حضرتك، يبقى التليفون دوت مش هيشتغل لحد ما تدفع الضريبه الجمركيه بتاعته. الحوكمه دي لازمه. للاسف انه التهريب اضر بالخزانه العامه واضر بالدوله المصريه. امتى هنطبق النظام دوت؟ هيطبق في الايام القليله القادمه، وحضراتكم هتكونوا لامسين بيه، خاصة اللي هم جايين من السفر وبيعدوا في المطار أو بيعدوا في المواني أو أحد المواني المصرية.